من الكرة العربية، حيث تنطلق منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال غدا بمشاركة مهمة من أندية آسيوية وأفريقية. لنتابع التقرير. وسط ترقب كبير من عشاق كرة القدم العربية، تنطلق بطولة كأس الملك سلمان للأندية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 من تموز الحالي وحتى 12 من آب المقبل. النسخة 30 من البطولة التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم تقام بمشاركة 16 ناديا قسموا على 4 مجموعات، إذ تجرى المنافسات في 3 مدن سعودية وهي أبها، الطائف والباحة. المجموعة الأولى تضم فرق الترجي الرياضي التونسي، الشرطة العراقي، اتحاد جدة السعودي، والنادي الصفاقسي التونسي، بينما تتضمن المجموعة الثانية السد القطري، الهلال السعودي، الوداد الرياضي، وأهلي طرابلس الليبي. فيما تضم المجموعة الثالثة الاتحاد المنستيري التونسي، الشباب السعودي، الزمالك المصري، والنصر السعودي. في المقابل احتوت المجموعة الرابعة على فرق الرجاء الرياضي حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، الكويت الكويتي، الوحدة الإماراتي، والشباب الرياضي بلوزداد الجزائري. محبو كرة القدم العربية ستكونون على موعد مع مباريات وقمم مرتقبة بين الأندية العربية، الآسيوية والإفريقية، على أمل أن تكون النسخة 30 من كأس العرب للأندية للأبطال حافلا بإثارة وجنون الساحرة المستديرة.